السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو أتينا لكم بآخر الأشياء وهي خطيرة جدا، وهي مخدر الفلاكة، وباللغة العربية تسمى أملاح الاستحمام. وهذا المخدر ظهر مؤخرا في أمريكا، وهو يصنف من أخطر المخدرات. فأنا لا أنصحكم بالتعاطي إلى هذا المخدر أبدا، فشاهدوا ماذا يفعل هذا المخدر بالإنسان. وفي بعض الأحيان يمكن للشخص أن يفقد حياته بسبب هذا المخدر، ويمكن أن تتعاطى لماريخوانا وأشياء أخرى ولكنك ستسيطر على نفسك. ولكن إذا تعاطيت إلى هذا المخدر فحتما سوف تفقد صوابك وسوف تصبح كالمجنون، فأنا أحذرك منه تحذيرا كليا. Literally losing their mind. وعندما تتأثر بمفعول هذا المخدر فسوف تصبح كأحياء الموتى، الزومبي الذي نشاهدها في الأفلام. ولحسن حظ العرب لحد الآن لم يتم تهريب هذا المخدر إلى الدول العربية، وإذا تم تهريب هذا المخدر وإدخاله إلى الدول العربية فأنا أؤكد لكم أنها ستكون نتائج وخيمة جدا. وهذا الشخص عندما تعاطى إلى هذا المخدر ظن نفسه أنه من أحياء الموتى، وذهب إلى أحد المستشفيات التي يوجد فيها موتى، وكانوا يريد أن يأكل من لحمهم لإشباع رغبته، ولكن تم إيقافه من قبل حراس المشفى. وهذه الفتاة أيضا تعاطت إلى هذا المخدر وتأثرت بمفعوله وهي في الشارع، وها هي تتصرف كالزومبي. ومصدر هذا المخدر هو اليابانيون، ويصنع من أملاح ويضيفون إليه مواد كيميائية، وإلا أنه يصنع في اليابان ويتم تهريبه إلى الولايات المتحدة، وثمنه هو $5، وهو ثمن رخيص جدا مما يجعل الكثير يتعاطون إلى هذا المخدر. فإذا استفدتم من هذا الفيديو فاضغطوا على زر الإعجاب، وقوموا بالاشتراك في القناة لتتمكنوا من توصل جديد القناة، وشاركوا الفيديو لتعم المعرفة. وشكرا على المتابعة.